تخيل انك بتعمل حاجه انت عارف ان هي بتضرك وهتاذيك، ومع ذلك اول ما بتصحى من النوم بتجري عليها على طول، ولو اتقفل الطريق بينك وبينها هتلاقي طريق عشان توصل لها. صديقي انت بقيت مدمن. لكن يا ترى ايه هو الادمان وايه اللي بيخلي دماغنا يتعلق بحاجه زي كده؟ تعال نبص على المعلومه. خلينا في الاول نعرف ان الادمان مش شرط يكون مخدرات، ممكن يكون اكل، لعبة، شغل او شخص معين. والطريقة الوحيدة اللي تعرف بيها اذا كنت مدمن حاجة من دول او لا ان دماغك هي اللي تبطل تتحكم والشيء ده هو اللي يتحكم فيك ويجيبك على منى وشك زي ما بيحصل كده وبنشوف. بس خلينا نسأل، هو اللي بيحصل جوه دماغ المدمن نفسه لما بتاخد حاجة بتديك متعة قوية زي مخدر او حتى لايكات على الفيسبوك؟ ده بيحفز عندك مركز المكافأة في المخ وبيفرز حاجة اسمها الدوبامين، وده زي مكافأة كيميائية بيخليك تحس بسعادة مؤقتة. لكن مع تكرار الحاجة دي المخ بيبدأ يتعود ويبدأ يطلب متعة تاني ويمكن اكتر، ويمكن يبدا يقلل افراز الدوبامين الطبيعي، فيبقى الحل الوحيد ازود الجرعه، ومن هنا بيبدا الادمان. طب هل في فرق بين الادمان والعاده؟ طبعا فرق كبير. العاده زي ما تكون متعود انك تصحى او تنام في وقت معين او تاكل او تقعد في مكان معين، انت ممكن في وقت ما تغير كل العادات دي وتصحى في وقت تاني وما تقعدش في المكان اللي بتحب تقعد فيه. انت قادر تتحكم. لكن الادمان جسمك بيقاومك، دماغك بتزن عليك، وحتى لو حاولت تبطل بيجيلك اعراض انسحاب. خليني احكي لك على تجربه عملها عالمين جيمس اولدز وبيتر ميلنر سنة 1954. كانوا بيعملوا تجارب على مخ الفئران. ركبوا اقطاب كهربائية على مخ فار عشان يراقبوا مركز المكافأة في المخ. حطوا فار في قفص لوحده وقدامه اكل ومية وقدامه زرار، وكل مرة هيدوس على الزرار ده هيحصل تحفيز كهربي لمركز المكافأة في المخ وهيفرز دوبامين. يعني كل ضغط على الزرار ده بشعور سعادة حالا بالا ناو. النتيجة الفار تجاهل الاكل والمية وضغط الزر ده مئات المرات يوميا، وفي بعض الحالات الفار مات من الجوع والعطش لانه كان بيدور على المتعة بس. معنى الكلام ده ان المخ لو لقى طريقة ياخد بيها مكافأة فورية وهمية ممكن ياخدها ويسيب اي حاجة تاني حتى الحياة نفسها. لكن في وقت تاني في عالم كندي اسمه بروس الكسندر قال يا جماعة انتوا عاملين تجربة على فار محطوط في قفص لوحده ويمكن مش دي الظروف الطبيعية، هنعمل التجربة مرة تانية على قفص اكبر وهنسميه ريد بار. قفص اكبر في اكل وشرب ولعب، والاهم من ده الفار مش هيكون في عزلة، هيكون معاه مجموعة تانية، وحط لهم مية عادية يشربوا منها ومية تانية فيها مخدر مورفين. النتيجة ان اغلب الفئران ما شربتش من المية اللي فيها مخدر، وحتى اللي شرب شويه قليله، يعني ما ادمنش وما كانش في حالات موت زي التجربه الاولى. وده يخلينا نلاحظ ان مش بس الماده نفسها هي اللي ممكن تكون سبب الادمان، لكن ممكن العزله والملل والفراغ والوحده. واديك شفت الفار في قفص لوحده وفي عزله ادمن متعه وهميه لحد ما مات، والفار اللي كان في مجتمع صحي ومش في عزله ما ادمنش وكان عنده بدائل تانية. ودي يمكن تكون نفس المشكله عندنا احنا البشر، لما الحياه تكون ضغطه ومليانه فراغ ووحده وقتها اي حاجه ممكن تخلينا احس بشيء بتبقى مغريه جدا للادمان. دلوقتي احنا عايشين في عالم بيجري بسرعه وفي اشعارات في كل دقيقه، لايكات على كل المنصات بتديك شعور فوري بالقبول، فيديوهات ريل سريعه قادره ان هي تديك شعور وهمي ولحظي بالسعاده، وده اكبر مختبر ادمان مفتوح. والمشكله ان ادمان المخدرات ليه علاج، لكن ادمان الشاشات لسه بنحاول نفهمه. الادمان مش ضعف شخصيه، الادمان اضطراب بيصيب الجسم والعقل. بس يا ترى هل نقدر نعيش من غير ادمان، ولا الادمان بقى جزء من تركيبتنا الحديثه؟ تفتكر ممكن تكون مدمن حاجه وانت مش واخد بالك، او واخد بالك ومش عارف تتخلص منها؟